أهلا بكل جماهير النادي الأهلي. في الفيديو ده هنتكلم عن آخر المستجدات داخل القلعة الحمراء، من القرارات الجديدة للجهاز الفني إلى آخر تطورات ملف الصفقات، بالإضافة إلى أخبار اللاعبين الدوليين والاستعدادات للموسم الجديد. لو أنت أهلاوي، تابع الفيديو للنهاية لأن فيه تفاصيل مهمة. الموضوع الأول: البداية مع الجهاز الفني الجديد، حيث فرض المدير الفني حالة من الانضباط داخل الفريق خلال فترة الإعداد، مع تقليل تصوير داخل التدريبات والتركيز على السرية في التحضيرات للموسم الجديد. الهدف من هذه الإجراءات هو توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين قبل بداية المنافسات. الموضوع الثاني: وفي خبر آخر، أعلن الأهلي أن اللاعبين الدوليين سينضمون إلى التدريبات يوم 27 من يوليو بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب مشاركاتهم دولية، وهو ما يعني اكتمال صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة. الموضوع الثالث: أما على مستوى الصفقات، فما زال الأهلي يعمل على إنهاء ملف المهاجم الأجنبي، وسط دراسة أكثر من اسم لاختيار اللاعب الأنسب الذي يستطيع إضافة قوة هجومية للفريق في الموسم الجديد، وحتى الآن لم يعلن النادي بشكل رسمي عن الصفقة، لذلك تظل كل الأسماء المتداولة مجرد ترشيحات إعلامية حتى صدور إعلان رسمي. الأهلي يرفض رحيل نجمه للدوري السعودي. وأضاف أن النادي قرر تمديد عقد اللاعب كما حدث مع طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وكما سيحدث مع محمد هاني والعديد من اللاعبين. وينتهي عقد ياسر إبراهيم قلب دفاع منتخب مصر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم القادم، ويسعى الأحمر للحفاظ على تواجد اللاعب من أجل المساهمة للعودة لمنصات البطولة. من جهة أخرى، حدد النادي الأهلي شروطه المالية للموافقة على بيع المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقي اللاعب اهتماما من جانب النادي المغربي لضمه استعدادا للموسم الجديد. وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة إن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض المقدم من نادي الجيش الملكي، والذي بلغت قيمته 400,000 دولار، معتبرة أن المقابل المالي لا يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته الفنية، ولا يواكب ما دفعه الأهلي للحصول على خدماته. وأوضح المصدر أن الأهلي من خلال عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي أبلغ مسؤول الجيش الملكي بالشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، حيث اشترط الحصول على $1,000,000 كاش تسدد دفعة واحدة دون أي تقسيط للموافقة على بيع رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لن توافق على رحيل اللاعب إلا في حال تلبية المطالب المالية المحددة، مشيرا إلى أن النادي يتمسك بالحصول على القيمة التي يراها مناسبة قبل إتمام أي اتفاق رسمي مع النادي المغربي. وأشار المصدر إلى أن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي منح الضوء الأخضر لرحيل رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي، في ظل وجود وفرة من اللاعبين في مركز الجناح، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في الموافقة على خروج اللاعب دون أن يتأثر الفريق من الناحية الفنية. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات بين الأهلي والجيش الملكي لا تزال مستمرة، إلا أن حسم الصفقة يبقى مرهونا باستجابة النادي المغربي للمطالب المالية التي حددتها إدارة الأهلي. بالنسبة لأحمد السيد زيزو لاعب النادي الأهلي، تحركاته الرسمية للطعن في القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري بشأن شكواه ضد الزمالك، والتي طالب فيها بمستحقات مالية تتخطى 82 مليون جنيه. وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين زيزو يوم الأربعاء الماضي بحفظ شكواه ضد نادي الزمالك، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته اللجنة بشأن شكوى الزمالك ضد زيزو، والتي طالب فيها النادي بإيقاف اللاعب وتغريمه بداعي توقيعه للأهلي بالمخالفة للوائح. كما طالب الزمالك في تلك الشكوى بالحصول على مستحقات تتخطى 20 مليون جنيه، تمثل نسبة النادي من الإعلانات التي شارك فيها زيزو خلال فترته مع الفريق الأبيض. استئناف زيزو ضد الزمالك يدخل مرحلة جديدة. وكشفت مصادر خاصة أن اتحاد الكرة المصرية رفض تنفيذ طلب الممثل القانوني للاعب أحمد سيد زيزو بإمداده بنسخة من حيثيات قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى اللاعب ضد نادي الزمالك. وأشارت المصادر إلى أن أشرف عبد العزيز المحامي الخاص باللاعب زيزو لم يتلقى ردا على طلبه بشأن الحصول على حيثيات القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين، ما دفعه إلى التقدم قبل ساعات بتظلم رسمي على القرار، وذلك خلال مهلة 10 أيام التي حددتها اللوائح للتظلم. وأضافت المصادر أن لجنة شؤون اللاعبين سترسل حيثيات قرارها في شكوى زيزو ضد الزمالك
وكذلك شكوى النادي ضد اللاعب مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة، التي ستتولى نظر طعن زيزو على القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين، ولن يتم إرسال الحيثيات بشكل منفرد لأي من طرفي الشكوى، وهو إجراء معتاد ومتبع في مثل هذه الحالة. ووفقا لما ذكرته المصادر، ستكون لجنة الاستئناف باتحاد الكرة صاحبة الحق الكامل في إطلاع زيزو أو الزمالك على حيثيات قرار لجنة شؤون اللاعبين، وذلك خلال إجراءات نظر الطعن المقدم من زيزو أو أي طعن منتظر من النادي في القضية ذاتها. وكان نادي الزمالك قد أعلن قبل أيام اعتزامه الاستمرار في الإجراءات القانونية الخاصة بشكواه ضد زيزو للمطالبة بحقوق النادي في نسبة من الإعلانات الخاصة بلاعبه السابق، وذلك من خلال التقدم بطعن أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة على قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى النادي ضد زيزو. في تقرير إعلامي تمت إذاعته عبر شاشة مودرن MTTV مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف النادي الأهلي من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد. وكان تقرير صحفية قد أشارت في وقت سابق لوجود رغبة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا، قبل أن يتقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بطلب رسمي للكاف بهذا الشأن. وقال تقرير القناة إنه تم التواصل من جانبها مع النادي الأهلي لمعرفة ما إذا كان النادي يستعد للمشاركة في أفريقيا بالموسم الجديد. وتابع التقرير أن النادي يردد: نحن في انتظار القرار وهناك تأكيدات وأمور تطمئن تحدث ونحن نعمل في كل الظروف. وواصل التقرير أن النادي الأهلي أنهى التعاقد مع صفقات مميزة ويعمل على ضم صفقات جديدة سواء انتهى الأمر بالمشاركة في دوري الأبطال أو ببطولة الكونفدرالية، حيث أن النادي شرطة كما جاء في التقرير شرطة يستهدف من وراء التعاقدات الأخيرة بناء فريق جديد للمستقبل. من جهة أخرى، اقترب النادي الأهلي من إتمام إجراءات التعاقد مع حامد عبدالله لاعب وسط فريق إنبي بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة خلال الفترة الحالية، حيث تعمل إدارة القلعة الحمراء على وضع الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. الأهلي يقترب من حسم صفقة حامد عبدالله، وتسعى إدارة الأهلي لحسم صفقة حامد عبدالله في أسرع وقت ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة الجهاز الفني في إضافة عناصر جديدة قادرة على تقديم مستويات مميزة خلال المنافسات المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب مسؤول الأهلي للتفاوض مع نادي إنبي بشأن ضم اللاعب، خاصة بعد متابعة مستواه خلال مشاركاته مع الفريق البترولي، حيث نال إعجاب الجهاز الفني بسبب قدراته في وسط الملعب وإمكانياته الفنية. لاعب إنبي على أعتاب الانتقال للقلعة الحمراء، ويعد حامد عبدالله من اللاعبين اللذان ظهروا بشكل جيد مع إنبي، حيث يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز داخل خط الوسط، وهو ما جعله ضمن اهتمامات الأهلي لتدعيم القائمة بلاعبين يمتلكون المرونة التكتيكية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية بين الأهلي واللاعب ونادي إنبي، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة بقميص الفريق الأحمر حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي. ويواصل الأهلي تحركاته خلال فترة الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، حيث تستهدف الإدارة توفير احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. وتميز لاعب إنبي بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، إلى جانب دقة تمريراته والمساهمة في بناء الهجمات من المناطق الخلفية، كما ظهر بشكل جيد في الجانب الدفاعي من خلال قدرته على استعادة الكرة وقطع الهجمات قبل تطورها. ويمتلك حامد عبدالله مرونة تكتيكية تساعده على الربط بين الخطوط، خاصة مع قدرته على التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، بالإضافة إلى هدوئه في التعامل مع الكرة واتخاذ القرارات داخل الملعب رغم صغر سنه. وجاء اهتمام الأهلي بالتعاقد مع حامد عبدالله في ظل بحث النادي عن تدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك مزيجا من القوة البدنية والقدرات الفنية، ويستطيع تنفيذ الأدوار الدفاعية والهجومية المطلوبة داخل الملعب. وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم إضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل امتلاكه القدرة على اللعب بأساليب مختلفة وتنفيذ التعليمات التكتيكية، وهو ما جعله ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. في رأيك، ما هو المركز الذي يحتاج الأهلي تدعيمه بشكل أكبر قبل بداية الموسم؟ وهل ترى أن الفريق يحتاج مهاجما جديدا أم أن العناصر الحالية كافية؟ اكتب رأيك في التعليقات.
لو عجبك الفيديو دوس اشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد.